السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تبقوا بخير وبصحة وسعادة. اهلا بيكم فيديو جديد من يوميات زوزو. النهاردة بإذن الله نعمل البسبوسة، هتشوفوها بطريقة سهلة جدا وبإذن الله تطلع النتيجة هايلة. مرملة ودايبة كده وحاجة فظيعة ومقاديرها مظبوطة جدا، مشيتي عليها بالظبط تطلع معاكي بإذن الله ناجحة. بصوا ما شاء الله من طراوتها، يعني ما كانتش عايزه تطلع معايا في المعلقه، بس ما شاء الله تحفه. وكل ما تسيبيها اكتر تهدى. انا بس عشان خاطر كنت عايزه اخلص التصوير استعجلت عليها، انما انت لو سبتيها شويه في التلاجة تطلع معاكي بقى قطعه جميله. بصوا الترميله عامله ازاي. ان شاء الله تجربوها كده وتعجبكم. ما تنسيش بقى تضغطي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفي قناتي. ويلا بينا نشوف عملناها ازاي بمقادير مظبوطه جدا جدا، تطلع معاكي ناجحه وهتعتمدي الطريقه. يلا. انا هنا بقى معايا المقادير. معايا كوبايه الا ربع سمنه، ومعايا نص كوبايه حليب، ومعايا هنا كوبايه سكر، وربع كوبايه ميه، ونص كيلو سميد. تمام. المقادير دي نص كيلو بسبوسه، او نص كيلو سميد. ده اللي بنجيبه عادي اللي هو يعني مستلزمات الحلويات، ده بنجيبه عادي ساده معلوش اي اضافات. اول حاجه هنعملها هنجيب السكر، نحط كده نوزعه في الحله، وهنحط عليه ربع كوبايه الميه، ونسيبه بقى على النار. الميه تدوب السكر وما تقربلهاش خالص. بس احنا مش هنكرملها هنا، انا كنت هعمل المكرمله بس رجعت في كلامي عشان خاطر ايه. قلت لا، خلي المكرمله دي فيديو تاني. بس هي عامه نفس الطريقه بالظبط، بس هتغمقي اللون خالص، يعني تخلي كراميل. انما هنا ما كانش كراميل، هو يا دوب ساح غلي غلوتين. وهنبتدي بقى ايه، نضيف عليه الاضافات. هنا حطيت الحله على النار، ما تقربيش للسكر خالص، لان السكر لو قربتي له بمعلقه او باي حاجه هيسكر معاكي وهينشف، واحنا الهدف. هنا بقى هنحط السكر اللي حطينا عليه ربع كوبايه ميه على النار. يا دوب السكر يسيح شويه، ما ياخدش لون قوي. كل ما تغميها اكتر تطلع معاكي متكرمله اكتر، بس انا محبتش اعملها متكرمله المره دي. يا دوب بس السكر ساح فيها كده، واضيف عليها بقيه المكونات. بس عشان خاطر لو ضفنا السكر كده حبيبات على البسبوسه، هو ده اللي بينشف البسبوسه، فاحنا مش عايزينها ناشفه، احنا عايزينها مرمله وحلوه. فعشان كده المرحله دي بتخلي البسبوسه طريه معاكي. هنضيف بقى السمنه واللبن ونمزجهم شويه. طبعا هنا هيحصل فوران كده، فيستحسن ان انت توطي النار شويه لغايه لما يمتزجوا مع بعض. بس كده، وتروحي طافيه عليها بقى وسايباها تبرد، يعني تبقى دافيه حاجه بسيطه جدا قبل ما تضيفيها على بقيه المكونات اللي هو السميد بقى. وهتشوفوا مع بعض الطريقه باذن الله. هنا هو سبته طبعا برد تماما، يعني حطيت صباعي فيه كده لقيته مستحمل الحراره اللي فيه، يعني ايه دافي كده، حاجه بسيطه خالص. هنجيب بقى دي السميد، معلوش اي اضافات يا جماعه. البسبوسه ولا بتحط لها بيكنج باودر ولا الكلام ده، هي مش كيكه، دي بسبوسه. تمام. هنضيف بقى عليها الخليط ده، ونبتدي بقى ايه، ندمجه بالدقيق السميد. بصوا حبايبي بصوابعكم بس مش بايديكم، دي مش عجن، احنا بنلم بس الدقيق. انما ده مش عجن، عشان كل ده بيساعد ان البسبوسه تفضل طريه معاكي. لو عجنتي البسبوسه هتنشف وهتبقى مش حلوه. هو بس بترازيه في ايدك كده وتحاولي تجيبي اللي من تحت فوق كده، بس ايه عشان خاطر يعني تبقى مندمجه حلو. وفي نفس الوقت انت مش بتعجني انت يعني، وخلي حركتك بطيئه مش سريعه، عشان كل ده دي البسبوسه حساس جدا، مجرد ما ضغطتي عليه هيقفش، يعني هينشف كده يبقى مش حلو. اهو بصوا، يا دوب بس كده زي ما تكوني بتبسيها. يعني احنا زمان لما بنعمل البسبوسه بنبس السمنه فيها، هي كده بالظبط. بس احنا بقى بصوا بترتيب صوابعنا ان كده كده السمنه خلاص سايحه واندمجت وتمام، فاحنا بس هنلم العجين زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ايه، انا مش مسرعه الفيديو ولا حاجه عشان تشوفوا حركه ايديا عامله ازاي، عشان ما يبقاش الفيديو سريع تفتكر ان انت ايه هوب 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 بسرعه. لا، انا سايباها بالراحه خالص، ما رضيتش اسرع الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا بلمها، هتشوفوها اندمجت ازاي معايا. زي ما انتم شايفين كده بصوا اهي
تحفة والله. امشوا بس على المقادير مظبوطة. الكل اللي بيفشل مع البسبوسة، لو مشيتي على المقادير، الحلويات بتحب المقادير بصراحة. يعني انا هو بعملها كتير، بس كل مرة بطلع المقادير واعمل بيها عشان خاطر ما اتلخبطش في مرة او اكون نسيت حاجة فالحاجة تبوظ مني. الحاجة بتتكلف وخسارة. جيب بقى صينية مدهونة سمنة وحبة حلوين، مش سمنة كده رشة بسيطة، لا حبة حلوين على الأطراف وعلى القعر الصينية من تحت. هنضيف بقى ايه الخليط اللي احنا عملناه ده، هنحطه بالراحة. اما حتى تلمي العجين تلميه بالراحة عشان العجين ده بيبقى حساس. عجين البسبوسة حساس في التعامل شوية. تبدأي بقى بايديكي كده توزعي الكمية وبالإحساس بقى كده، يعني لو في حتة عالية عن حتة تبدأي ايه تظبطيها تخليها كلها سوا واحد. ولو لقيتي ان انتي مثلا مش لابسه جوانتي ولا حاجه، ممكن يعني ايه تغسلي ايدك وتخليها منديه مش ناشفه قوي. وتبداي بقى هتلاقي برضو ايه سهل عليك في الفرد، بس انا جوانتي مسهل عليا. تمام. هبتدي بقى كده افرد كل العجينه و... وابتدي اشوف حته تخينه حته رفيعه، اظبط بقى زي ما انا عايزه، اظبط الاطراف عشان تبقى كلها سوا واحد. في الفرن ما تغلبنيش، تلاقي كلها استوت في ثواني. البسبوسه اسرع ما يكون في السوا. تمام. زي ما انتم شايفين كده، انا هنا كنت بظبطها قوي يعني عشان خاطر ما تبقاش حته عاليه عن حته زي ما انتم شايفين. بس هديها ضغطتين كده بقى بالصينيه، ضربتين كده، ده بقى هتسويلي الوش خالص. تمام. او زي ما انتم شايفين كده، ده بتخلي الوش مستوي اهو. بصوا ما شاء الله حلوة جدا. ولسه بقى هتشوفوا بقى لما الشربات ينزل عليها كلام تاني. بصوا ما شاء الله مستوية ازاي، وريتها لكم عن قرب اهي. وبلعب بقى انا شوية بالصينية كده، عجبتني الحركة. يلا ما تنسوش بقى اللايك. احمد دخل، انت بتعملي ايه يا ماما؟ قلت له بعمل بسبوسه. لفيها تاني يا ماما. روحت اديها لفة تاني. وما تنسوناش بقى في اللايك. بصوا 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 الله. يلا ما تنسوش بقى اللايك. نعمل بقى هنا الشربات. احنا دخلنا خلاص البسبوسة يعني على 200. هي بس تقريبا 7 دقايق من تحت كده، مش هتكمل حتى ال10 دقايق. الفرن تبقى مظبوطة في النار خلاص. هتستوي من تحت وهتشوفوها بإذن الله. وانا مولعة عليها الشواية. هنعمل بقى هنا الشربات. انا هنا كوباية ونص شربات خفيف، كوباية ونص سكر، وكوبايتين مية، وعصرة نص ليمونة. كله على بعضه كده. ما تستنيش بقى لما المية تغلي ولا حاجة ولا السكر يغلي. هو كله على بعضه. وهنحطه على النار هيغلي غلوتين، غلوتين بالظبط، وتقفلي يعني 3 دقايق غلي وتقفلي. بصوا بقى هي كده كانت استوت خلاص من تحت. طفيت عليها الفرن وشغلت عليها الشواية. بصوا تعرف ان هي استوت من تحت من الجناب بتاعتها. شغلت عليها الشواية تاخد اللون من فوق اهي. بقى كده ايه طلعت من الفرن اخدت اللون كويس. هبتدي بقى ايه اصب عليها الشربات. ده الشربات طبعا سخنته تاني، ان لازم يبقى ده سخن وده سخن. هضيف هنا اخر اضافه معلقه سمنه بلدي كبيره كده، هرشها على بالفرشه، همسح عليها بالفرشه من فوق. دي بقى هتحسسك ان انت عاملاها كلها بسمنه بلدي، غير ما انت تبقي اصلا عاملاها بسمنه بلدي ومع الحراره الطعم بتاعها بيروح. فالمعلقه دي هتديكي طعم حلو جدا. نبتدي بقى نصب الشربات. بصوا سخن ازاي. ما شاء الله الشربات البسبوسه بتشرب الشربات. دي من عوامل نجاح البسبوسه، ان انت تلاقيها بتشرب الشربات معاكي. لو ما شربتوش وطردته اعرف ان البسبوسه معاكي فاشله. تمام. هصب بقى حبه بحبه حبه بحبه، واقعد كده ادور الصينيه، وابتدي كده ايه يعني اشوف الحته اللي ما جاتش عليها شربات، ابتدي اجيب عليها كده زي ما انتم شايفين. ابتدي الف الصينيه واديها كل الشربات حبه بحبه لغايه لما الاقيها خلاص الشربات مش عايزه تشربها خلاص بقى شبعت يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده حبه بحبه. هي ما شاء الله خدت المقدار كله. اتبقى بق صغير في الاخر خالص ضفته برضو. تمام. زي ما انتم شايفين كده حبه بحبه كده. وابتدي ايه امشيها عليها كده. ما شاء الله شربته وكانت تحفه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. بصوا بصوا ما شاء الله طريه ازاي اهو كده. بصوا ما تبقاش غير بق صغير واحد. رحت حطيته وهبتدي بقى اغطيها واسيبها لغايه لما تهدى شويه، واشوف بقى الشربات ايه النظام معايا. بس ما شاء الله كانت تحفه. الشربات مظبوط بالظبط على قدها اهي. بقى بصوا سبتها تهدى شويه، بس انتوا سيبوها تهدى اكتر. انا بس كنت مستعجله عليها. وابتدي بقى كده اقطعها
واوريكم بقى الترميله بتاعتها هايله. امشوا على المقادير مظبوط تطلع معاكم باذن الله مظبوطه. ولو جربتوها وطلعت معاكم مظبوطه ما تنسونيش بدعوه حلوه. هي ده بس اللي انا محتاجاه، دعوه حلوه بس منكم. وباذن الله تطلع معاكي بصي دايبه. بصي هي اصلا دايبه ازاي، باذن الله تطلع معاكي خرافه. اهي بصوا بقى عامله ازاي. والمعلقه السمنه البلدي اديتها طعم فعلا هايل. بصوا بقى، بصوا الطراوه، بصوا النعومه، والسمنه عامله شغل. يلا ما تنسوناش بقى في اللايك، سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفي قناتي، وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد بالطريقه، وبرضو اكسب دعوه حلوه زياده. يلا يا حبايبي، اشوفكم باذن الله فيديو جديد. مع السلامه.